بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم المايسترو المجهول. في البدايه ما تنساش تعمل سبسكرايب واشتراك في القناه عشان يوصلك اي جديد وتفعل الجرس، وزي ما وعدتكم اللي تسمعونا نشتغل في حته تانية. في البدايه خلينا نبارك لنفسنا ولكل الشعب المصري وللعيبه وللجهاز الفني وصول منتخب مصر كاس العالم 2026. مصر كانت بتلعب جيبوتي النهارده، خلصت المباراه 3-0. نتكلم عن المباراه واحده واحده، ونتكلم في الاخر خالص في اخر الحلقه عن اللي احنا بنتمنى انه يحصل في كاس العالم. يعني احنا ما بنتمناش ان احنا نلعب 3 ماتشات ونرجع او نروح اداء مشرف، فخلينا نأجل لحد في الاخر نتكلم عن ماتش جيبوتي، مصر وجيبوتي. نزل المنتخب وكابتن حسام حسن بتشكيلة الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة وحمدي فتحي، محمد حمدي. في نص الملعب مروان عطية وتريزيجيه وزيزو، قدامهم محمد صلاح وابراهيم عادل ومصطفى محمد. هي تشكيلة تبان لك 4-3-3، لكن محمد هاني ما كانش بيلعب باك يمين. محمد هاني كان بيلعب جنب رامي ربيعة، واللي كان بيرجع باك يمين كان احمد السيد زيزو. وكان حمدي فتحي بيبقى في نص الملعب مع مروان، ولما الكرة تبقى مش معانا اللي هو كان اوقات بسيطة جدا من المباراة كان بينزل خامس وسط محمد هاني ورامي ربيعة. بدأ الشوط الأول استحواذ من المنتخب، وتقريبا جيبوتي ما راحتش على الشناوي خالص ولا حتى على شوبير لما نزل. استحواذ كبير جدا للمنتخب وهجمات كتير ضاعت. هدف جه في الدقيقة 9، كرة عرضية نموذجية يعني حلوة جدا من زيزو لإبراهيم عادل، يعمل جنب برده كويس ويحطها بالدماغ في الجون. فهدف مبكر برضو، مباراة سهلة، والهدف في الدقيقة 9 وبدري سهل الدنيا شوية وطمن الناس شوية، اللعيبة مبتلعبش وهي مضغوطة. والهدف التاني لزقناه ورا طول بعد الهدف الأول في الدقيقة 13. تمريرة كويسة جدا برضو من تريزيجيه لمحمد صلاح. محمد صلاح نكشها بسن الجزمة، حاجات محمد صلاح ديت برضو. وانا بالنسبه لي شايف ان يعني احنا في اول نص ساعه من الماتش الضغط كويس، استرجاع كوره كويس، ضغط عالي. حتى الكوره لما بتضيع منك انت لعيبه جيبوتي ما بتعملش تمرينتين ثلاثه على بعض، انت بتسترجع الكوره كويس. فكانت الحته ديت مميزه، اللي هي الضغط عالي من قدام، الكوره التانية بتاعتك. دي حته دي كانت كويسه جدا النهارده في الماتش. الروح موجوده، اللعيبه عايزه تريح نفسها، عايزه تريح الدنيا، عايزين يفرحوا، عايزين يوصلوا لكاس عالم. طبعا احنا عارفين حوادثنا مع كاس العالم، ودي رابع مره بس الحمد لله. فالشوط الاول انا شايف انه مميز جدا، ومفيش اي حاجه راحت على الشناوي. مفيش لعيبه جيبوتي اصلا ما بتعملش باصتين ثلاثه على بعض، مفيش حاجه خالص. فبس في نقطه ان الضربات الركنيه هم يعني في حاجه هم عايزين يعملوها، ما بنستفادش باي ضربه ركنيه ولا باي كره ثابته. ان هم محمد صلاح بيلعب الضربه الركنيه بيلعبها لورا، سواء لمروان عطيه او لزيزو، بس هي بتبقى الاكتر مروان عطيه. محمد صلاح بيجري ومروان بيحطها له، ما ولا مره اتعملت صح. فاحنا بنضيع ده، انا من وجهه نظري شايف ضيعنا ضربات ركنيه دي بدون فايده. المدافعين بيطلعوا، اللي بتطلع ما الكوره ما بتترفعش اصلا، الكوره بتتقطع اللي هي بيريحوها لتحت. حتى كان في فاول في اخر الشوط الثاني من حوالين ال 18، محمد صلاح برده لعبها لمروان، برده الكوره ضاعت نفس الكلام. فانا شايف يرفع الكوره، علق الكوره، حد يخطف، حد ينط، تلعب مصطفى محمد. برده مصطفى محمد مميز في الكرات العاليه، وعندك كذا لعيب، وعندك رامي ربيعه بيتقدم، حمدي فتحي. فانا شايف احنا ما كناش بنستفيد بيها كويس او بالشكل الكويس، فمن الافضل انها كانت تتعلق جوه. فبدأ الشوط التاني في هجمة في الدقيقة 58، الكرة مش عايزة تخش. يعني الكرة بدأت من تريزيجيه، خبطت في العارضة، ردت مصطفى محمد وابراهيم عادل. كرة كذا كرة في بعض، الكرة مش عايزة تخش، كانت كرة غريبة جدا برضو. كابتن حسام طبعا عمل تغييرات، بدأ في الدقيقة 61. خرج شوبير ونزل خرج الشناوي ونزل شوبير، خرج حمدي فتحي نزل مهند لاشين، وخرج محمد حمدي نزل احمد نبيل كوكا. طبعا تغييرات اللي هو فرصه للعيبه، اللعيبه اللي موجوده معاك برضو الفرحه، انت كده كده من الماتش النتيجه كانت 2-0 وانت شايف ان الماتش سهل. نزل لعيبه كويسه برضو كل حاجه، بس انت برضو عايز تدوم مشاركه، روح ماتشات، فرحه مع اللعيبه. بس الشوط التاني في الحقيقه برضو مش زي الشوط الاول، يعني حتى اللعيبه نزلت مستريحه بتلعب على قد الماتش، مفيش مجهود، حتى الضغط اللعيبه حست ان هي مطمنه وماتش سهل مفيش اي حاجه. انا تقريبا او على ما اعتقد ان اول هجمه كانت اللي تسديد تريزيجيه برضه، اللي هي اي عدد من جنب القائم، اي حاجه كانت في الدقيقه 65. في الدقيقه 68 الكره اللي بقول لك عليها برضه ان كانت فاول بنفس طريقه الركنيات. صلاح ريحها لمروان لتريزيجيه، الكره دي كانت لتريزيجيه. فتريزيجيه عايز يريحها عشان صلاح يشوط الكره، برضه اتريحت قصيره من تريزيجيه، اتقطعت، ما استفدناش بيها. الدقيقه 78 خرج زيزو ونزل محمود صابر. وفي الدقيقه 84 بقى هدف عالمي، هدف عالمي من بدايه الجون
لحد انهائه من مروان عطية، عمل صاروخ عالمي من عند دايرة نص الملعب، علقها لمحمد صلاح. محمد صلاح وهي جاي قبل الكرة ما تنزل راح ببطن رجله حاططها من فوق الحارس. طبعا دي حاجات محمد صلاح، متعودين محمد صلاح على كده. فانا عجبني جدا 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 السلوك بتاع مروان عطية. وانا بحس ان مروان عطية مع المنتخب بيبقى حاجة ومع الاهلي بيبقى حاجة. بمعنى ان مروان عطية حتى لما كان لسه راجع من اصابة المعسكر اللي فات، مروان عطية رجع من الاصابة، كان قعد شهرين ولا حاجة في الاصابة لما كان عامل عملية الفتاء. رجع كابتن حسام جابه ونزله الملعب، برضه عمل اداء عالمي وكان من احسن لعيبه في الماتش. والنهارده برضه نفس الكلام. يعني حتى الهدف الاول بتاع العرضيه اللي زيزو لعبها لابراهيم عادل، اللي عامل العرضيه برضه مغير اتجاه الملعب لزيزو كان مروان عطيه، غير اتجاه الملعب لزيزو. طبعا زيزو العرضيه ابراهيم عادل خلص. فمروان عطيه انا اتمنى اشوف منه العرضيات ديت، واتمنى اشوف منه السروهات ديت، واتمنى اشوف منه الحاجات دي مع الاهلي. ان هو مع الاهلي بيبقى شغلته الاكتر ان هو ساقط تحت خالص، بيقطع الكرة والاقرب لعيب جنبه. فانا اتمنى، مش عارف بقى كانت مشكله مدير فني او كابتن حسام بيعرف يوظفه في المنتخب، مش عارف. بس انا من وجهه نظري شايف، حاسس ان شايف مروان عطيه في الاهلي حاجه وفي المنتخب حاجه تانية خالص. ففي زي ما تقول الدقيقه 84 محمد صلاح يحط الهدف الثالث. وفي الدقيقه 86 خرج مروان عطيه ونزل مصطفى فتحي. زي ما بقول لك، هو كابتن حسام عايز اللعيبه كلها تبقى شاركه، اللعيبه كلها تبقى رجلها موجوده في الملعب، مشاركه في التاهل، فرحه عشان يبقى كله فرحان، مفيش حد متضايق، مفيش حد زعلان. وانتهت المباراة، شايف المباراة سهلة واللعيبة برضو أدت على قد الماتش. ومبروك، وخدنا اللي احنا عايزينه وريحنا نفسنا وموجودين في كأس العالم 2026. الحتة اللي عايز اتكلم فيها، مش عايزين نروح نلعب كأس العالم نلعب 3 ماتشات ونرجع، احنا مش عايزين كده. احنا لسه قدامنا حوالي اهو سنة او اقل من سنة، احنا بس كأس العالم 2026 مش عارف شهر 6 او 7 تقريبا، في الرينج ده مش عارف امتى بالظبط. نبدأ نحضر له من دلوقتي، نبدأ جاهز من دلوقتي. عندك افريقيا، ونتمنى ان احنا نعمل فيها حاجة الشهر الجاي، شهر او شهر ونص، واللي في المغرب نعمل حاجة سواء في افريقيا. نبدا نجهز لكاس العالم من افريقيا، من الماتشات اللي بعد كده، وماتشات وديه مع منتخبات عالميه. مش عايزين احنا خلاص احنا وصلنا كاس عالم ونقعد بقى مؤتمرات ومش عارف اعلانات ومش عارف لقاءات مع اللعيبه، ومصر رايحه امريكا ومصر جايه من امريكا. لا، عايزين نعمل حاجه، عايزين نصعد حتى مش هنقول لك ناخد كاس العالم ولا نوصل نص النهائي، ولا عايزين نصعد حتى نصعد من المجموعات. مش عايزين نعمل زي 2018. 2018 احنا خسرنا الثلاث ماتشات ورجعنا، خسرنا حتى من السعوديه. كان قال لك هنتعادل مع الاوروجواي ونكسب روسيا وكده كده ماتش السعوديه مضمون، خسرنا الثلاث ماتشات ورجعنا. فاتمنى ان ده ما يتكررش، واتمنى نجهز نفسنا من دلوقتي، واتمنى نعمل حاجه واداء يشرفنا ويليق بينا ونجهز له من دلوقتي والف مبروك تاني وصول منتخب مصر المونديال. وباذن الله هنعمل حاجه. شكرا ليكم، ونتقابل في حلقه جديده باذن الله.